هنعمل مع بعض كنافه بالكريمه. انا عاملاها قبل كده بكنافه بالكريمه بالجبنه، بس طلب مني ان الخطوات تكون اوضح، وعشان خطوه بخطوه يبقوا عارفينها المبتدئين. اول حاجه جبت نص كيلو من الكنافه وجمدتها في الفريزر عشان تبقى سهله التكسير زي ما انت شايفاها بالنعومه دي. بعد كده هجيب الميكسر وابتدي اضربها جوه الميكسر واحط معاها الزبده او السمنه، وهوريكي برضو ازاي. طبعا احنا شايفين الكنافه، بصي عامله زي الرمله ازاي. طبعا في ناس هتقول لك طب انا ما عنديش الميكسر. على فكره ما عندكش الميكسر، كونك حطيتيها في الفريزر وكسرت منك بالطريقه دي، دحي السمنه او يعني سخني السمنه تسخينه كويسه وبعدين ارميها عليها وخلطيها بايديكي. انا ليه بستخدم الميكسر؟ بيسهل عليا. عندك اوكي، ما عندكيش مفيش مشاكل، هتحطي السمنه عليها وتفركيها كويس. لكن انا هعملها في الميكسر عشان هو عندي بيسهل لي العمليه، وبتبقى عمليه الخلط اسرع، واضمن ان كل السمنه وصلت لكل حته فيها. وبرده ممكن الكلام ده يتعمل بايديكي. هنحط كميه من الكنافه، ناخدها على الحلقات زي ما انت شايفه كده، وانزل بيها عندي. هحط حاجه يعني بتاعت معلقتين سكر بودره معاها وانا بضربها عشان تديها اللون الذهبي الحلو. هنحط معلقه مثلا كده في الاول، وبعدين نحط السمنه بتاعتنا. طبعا يا ريت تكون سمنه بلدي، مش سمنه بلدي خليط. الناس بقت بتعمل بكل حاجه، مفيش اي مشاكل. الموجود عندك ومتوفر اعملي بيه. هقفل عليه كده. هخلط الكميه كلها واوريكي بعد ما اخلطها هيبقى شكلها ايه. خلصنا المرحله الاولانيه من ان احنا خلطنا السمنه مع الكنافه. هحط نص لتر لبن على النار، يساوي قد ايه؟ كوبايتين كبار من اللي هي 200 مللي. هحط عليهم معلقتين من السكر، معلقتين شوربه من السكر، وهبتدي ادوبهم لغايه ما يغلي اللبن مع السكر. هكون انا مجهزه على الجنب التاني ايه؟ حوالي 250 جرام جبنه ملح خفيفه او روكيتا، يا اما جبنه موتزاريلا. يعني 3 اصناف من الجبن ممكن تستعمليهم، يا اما الجبنه الروكيتا، يا اما الجبنه الملح الخفيف، يا اما تستخدمي وممكن كمان الجبنه اللي هي العكاوي زي ما بيقولوا، بس تكوني نقعاها وما فيهاش ملح، جبنه خفيفه الملح. وهكون مجهزه جنبي نص كوبايه من النشا، هكمل عليها بالميه وادوبهم كويس. واول ما يغلي هنزل على اللبن اللي انا حاطاه على النار مع السكر اثناء غليانه بالنشا. هوريك المرحله الجايه ايه الخطوه الجايه. اول ما الاقي اللبن زي ما انت شايفه كده دخل على غليان، انا موضبه جنبي زي ما اتفقنا كوبايه اللي فيها النشا، نص كوبايه النشا دلقتها عليه، وهفضل اقلب تقليب مستمر لغايه ما تسيبيهاش من غير ما تقلبيها، لغايه ما تلاقيها بدات تلف معاكي وتدخل. هفضل مستمره في عمليه التقليب دي، واوريكي انهي مرحله اللي هننزل بيها بالجبنه، وهل الجبنه هنحطها ونسويها ولا هنعمل ايه. هكمل الخطوه دي لغايه ما يغلي اللبن مع النشا مع السكر، وبعدين اوريكي الخطوه الجايه. عايزه اوريكي، بصي تخنت ازاي، بصي المنظر وجماله. بصي في المرحله دي بالظبط هروح جايبه انا الربع كيلو الجبنه اللي انا جبتها، اللي هي ملح خفيف، وهبتدي الفها على نفس السخونيه. عايزه اقول لك يا دوبك لفه واحده وهتكون لسه هي جامده، هروح انا طافيه عليها واقلب، هتدوب تماما جوه الكريمه. ودي كريمه الجبنه اللي بتتحشي بيها الكنافه اللي بتلاقيها جاهزه، كلها حاجات طبيعيه. جبنه، انا جايبه جبنه حلوه جدا اللي هي جبنه طبيعيه 100%. هكمل لف بالمعلقه لغايه ما تبقى خليط واحد، ونوريكي ازاي هنحشيها جوه الكنافه. خلاص احنا عملنا الكريمه ووصلت الدرجه اللي احنا عايزينها، شايفه عامله ازاي. برضو عايزه اقولك تكه تانية في عمايل الكريمه اللي بالجبنه. ممكن جدا ان انت ما تعمليش خالص مرحله اللبن اللي حطيتيه على النار وحطيتي له النشا وحطيتي له السكر والكلام ده كله. ممكن قوي تجيبي نص كيلو جبنه موتزاريلا وتحطي على نص كيلو جبنه موتزاريلا دهوت عباره عن يعني قد ايه؟ اقل من ربع كوبايه لبن، يعني حاجه بتاعت اقل من الربع بشويه، يعني تمن كوبايه لبن زي ما بيقولوا، ومعلقتين سكر، وضربيهم بالمضرب بتاعك بتاع البيت، يقوم يخش كله في بعضه، وتبص تلاقي تديكي سائل الكريمه بتاعه الجبنه اللي انت عايز تحشي بيها. انا طبعا كده احنا وفرنا، حطينا ربع كيلو جبنه بس، ما حطيناش نص كيلو جبنه، وهتطلع نتيجه جميله جدا وزيها بالظبط، وما تفرقش حاجه عنها، يمكن اجمل كمان.
فانت عندك طريقتين، يا اما تجيبي نص كيلو الجبنه زي ما قلت لك وتضربيه مع شويه لبن صغيرين مع شويه سكر فيتسيل فتقدري تعمليها كريمه وتدهنيها في قلب الكنافه، جبنه موتزاريلا بالذات او جبنه عكاوي من غير ملح نهائي، يا اما تعملي الطريقه اللي انا عملت لك خطواتها. احنا دلوقتي زي ما اتفقنا خلاص عملت الصينيه على النار، بحيث ان الصينيه انا عايزاها لو معمول فيها اي حاجه قبل كده ابقى ضامنه ان هي ما فيهاش اي روايح مش حلوه. هبتدي انزل بالكنافه اللي احنا عملناها بالسمنه، تك عليها كده زي ما انت شايفه، واعمل البيزك الايه بتاع صينيه الكنافه. دايما اللي تحت ده تبقي حطاه كويس على شويه علشان نضمن ان الكريمه بتاعتنا او الجبنه ما تجريش وتتحرق في ارضيه الصينيه. منها بقى متقطعه كويس ومفرومه كويس، بصي بتمسك في بعضها ازاي وتعمل ارضيه حلوه. لو انت بقى قطعتيها بايديكي او ما حطيتهاش في الفريزر زي ما احنا اتفقنا لازم تتجمد عشان تتكسر. دي يعني طريقه انا بعملها من سنين طويله، يعني من اكتر من 20 سنه. هي دلوقتي انتشرت بس انا كنت شفتها من طريقه مطبخ لبناني من مده طويله جدا، انك تجمدي الكنافه وتضربيها في الميكسر بتاعك وبعدين تبتدي تشتغلي بيها. ادي الكريمه هننزل بيها عليها، طبعا هي اول ما بتستهدى بتجمد، يعني انت ممكن قوي تسيبيها تستهدى وبعدين تحطي عليها الطبقه الثانيه. يعني انا هسيبها مثلا تبرد هتبص تلاقيها نشفت تماما وتبتدي تحطي عليها الطبقه الثانيه من الكنافه. حطيتها في التلاجة زي ما قلت لك. بصي الجبنه جمدت ازاي، بصي جمدت ازاي، مفيش يعني ما خدتش ربع ساعه. هبتدي انزل بيها الكنافه بقيه المقدار على وش الصينيه. في تكه كمان ان انت ممكن قوي تعمليها من بالليل وتبيتيها في التلاجة لو في مكان في التلاجة عندك. لو بيتيها هتبقى احلى كمان واحلى، وتلاقي الجبنه كلها جمدت كده معاكي وتدخليها الفرن فجأة تديكي احلى نتيجة. بعد ما اغطيها كويس كده هقدر اتكي بقى، لان انا خلاص الجبنة بتاعتي جمدت في التلاجة، انا مش حطاها كله ورا بعضه سايح. هتكي كويس عليها كده وهكون شغالة الفرن بتاعي على درجة حرارة الاول يسخن جامد على درجة حرارة 200، وبعد كده اول ما احطها اخليها على درجة حرارة 160. انا عايزة السوا الحلو الذهبي اللي يديني النتيجة الحلوة اللي انا عايزاها. هدخلها الفرن، شايفة الجمال، هدخلها الفرن خلاص واوريها لك بعد ما تستوي هتبقى شكلها ايه. اسويها بس كويس، مهم قوي ان هي تسويها كويس حتى من الجناب كده، مش عايزه اي حاجه خارجه كده ولا كده، كلها سوا واحد. حسيتي ان في جزء عالي عن جزء زودي الكنافه لغايه ما كلها تتساوى وتبقى شكل واحد. هندخلها الفرن واوريكي النتيجه. ثياب العسل، بصي ادخلي على اكل وبس مع هويدا اتفرجي على احلى كنافه بالكريمه. بصي جمالها، بصي لونها وحلاوتها. ما تنسيش تدوسي على كلمه سبسكرايب اللي مكتوبه بالاحمر، وبعد كده تدوسي على الجرس يجيلي كل جديد وتتفرجي على طريقه احلى كنافه. في لينك فوق الفيديو الصغير ده دوسي عليه يتفتح لك الفيديو بالهنا والشفا. رمضان كريم، احلى كنافه.